أستاذ باسل، في البداية نحب نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا. باسل سماقيه، صاحب شركه كوتونيل. دورك كام لحضرتك في المعرض؟ مش عارف، بس اكتر من حاجه وعشرين يمكن. اكتر 30 مش عارف. أتمنى حضرتك دايما تكون موجود إن شاء الله. تمام، حضرتك شايف إيه اللي بيميز المعرض ده؟ إيه الميزة اللي حضرتك شايفها في الدورة دي؟ حاجة تكون لافتة النظر؟ في ميزه وفي عيب صغير لازم نقوله عشان احنا بنحب المعرض، لازم نقولها. الميزه الموجوده ان الاداره كويسه، الاشراف كويس. قلت لك الدعايه دي من الحاجات كويسه، معرض كبير. في تنوع في المنتجات. موضوع الجلود ده برضو حاجة كويسة فيه. الحاجة اللي لينا تحفظ عليها اشتراك بعض الشركات الصغيرة، طبعا صغيرين دول ربنا يوفقهم، بس لا، في شركات في أحد الصالات حاسين إني لا محتاج بعض الأسامي مفتقدينها، المفروض تكون موجودة في المعرض. هي دي حبا في المعرض، حبا في الصناعة المصرية، حبا في الاقتصاد. وبرضه تحفظي انا الشخصي، يمكن دي حاجه برضه ما تبقاش حلوه، ان المعرض اعتقد المفروض يكون متخصص في المنتجات المصريه اكتر من المستورد. برضه دي عشان احنا عايزين كلنا نبقى ايد واحده في سبيل ان الاقتصاد بتاعنا يبقى كويس. نتعاون على زياده المنتج المصري اكتر ما يبقى المنتج المستورد. فكرة المعرض معرض دولي، فيمكن عشان كده احنا لينا اشتراكات من كذا دولة. فيعني بس عشان فكرة ان هو معرض انترناشونال، يعني مش اكتر. لا لا، انا موافق ان يبقى في منتجات انترناشونال داخله في المعرض، ولكن ما ينفعش شركات مصريه عارضه منتجات مستورده. هو ده التحفظ بتاعي، صح ولا غلط؟ بس رأي حضرتك مهم طبعا. بس تدخل شركات من اي بلاد العالم، دي حاجه كويسه. تبقى شركات ليها اسمها، ليها انتاجها، يبقى التنافس ده كويس. بس الشركات الصغيره اللي بتعرض منتجات مستورده بس، لا، هو المفروض معرض مصري. ايه المنتجات الجديدة ل 2015 بالنسبة لكوتونيل؟ كوتونيل في 2015 نزلنا، عملنا اول حاجه احنا عاملين توسعات كبيره. المنتج الجديد خالص اللي نازل، طبعا في تطورات في مواضيع البيجامه والهوم وير والفوط والشراب غير الاندر وير كله. الحاجه الجديده عاملين كوتونيل مارسيليزيه، مش عارف تحب ابين لك حاجه منه؟ هاتي اكيد. من المارسيليزيه. هاتي علبه. ده المنتج الجديد، ده اللي هيبتدي ان شاء الله ينزل السوق، معمول على مستوى عالي جدا جدا جدا، ونتمنى يكون اضافه للصناعه المصريه وبس. اتمنى نشوف حضرتك ان شاء الله في الدورات اللي جاية، والتوفيق لحضرتك والنجاح بإذن الله دايما. ان شاء الله، وربنا يوفقكم. انتوا فريق عمل كويس ومعرض محترم واكبر معرض ملابس في مصر، وربنا يوفقكم. ميرسي مستر باسل، شكرا لوقت حضرتك.